السلام عليكم. حنفي الأبهة، خيري ورشاد وبدوي، المقدم شريف بركات، شخصيات أخرجت لنا ملحمة فنية عبثية اسمها حنفي الأبهة. مفيش شك إن حنفي الأبهة هو من أنجح الأفلام التجارية للزعيم عادل إمام، والفيلم كمان لما اتعرض على التلفزيون نجح أكتر والجمهور اتعلق بيه، وده لأن عادل إمام في الوقت ده كان هو يعتبر نجم الشباك الأول في الوطن العربي، وكان الجمهور بيدخل السينما والمسرح عشان بس يتفرج على كوميديا عادل إمام. لكن ده ما يمنعش إن حنفي الأبهة هو واحد من أكتر الأفلام العبثية اللي اتعملت في السينما، بداية من القصة مرورا بالمشاهد وتركيبة الشخصيات وتطور الحبكة وخلافه. من غير رغي كتير، حضر فنجان القهوة واعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نشوف الفيلم عايز يقول لنا ايه. تعال. حنفي الأبهة فيلم من إنتاج سنة 1990 من تأليف بسيوني عثمان وإخراج محمد عبد العزيز، وبطولة عادل إمام، فاروق الفيشاوي، مجدي وهبة، مصطفى متولي، هدى رمزي وغيرهم. الفيلم بيبدأ بالعصابة وهي بتخطف دعاء مرات أحمد أخو حنفي، والبوليس بيتفرج عليهم، وتقريبا كانوا فاكرين إنهم بيتفرجوا على الفيلم في السينما زينا. نكبس عليهم بقى ونعمل فندم والنبي. بعدها بيستنوا العصابة لما تركب العربية عشان يهربوا، فبيبتدوا يتحركوا، والظابط بيضرب طلقة على خيري، بس خيري بيوطي على أساس إن الظابط بيحدفه بطوبة. بعدها بيرد له التحية ويقوم راكب العربية وهربان، والمريب هنا إن الشرطة واقفة وان كومباكت ولا كأنها خطة الكابتن علاء عبعال. في ايه؟ بعدها بيجي واحد من الضباط وبيعرف القيادات على العصابة. ايه ده؟ طب ما كانوا قدامكم وكنتوا بعتين لهم تقريبا فرقة صاعقة، ما قبضتوش عليهم ليه؟ يا عم عدي يا عم عدي. المهم بعدها بيظهر حنفي الأبهة اللي ما كانش همه أي حد في السجن، بيضرب ويلطش في المساجين اللي في العنبر وبيهبش في مأمور السجن، فبيقرر المأمور يعاقبه بالجلد زي أي سجن في مصر عادي يعني. وفي مشهد سريالي بنشوف حنفي بيتجلد وهو حاطط سيجارة في بقه، اللي هو بص أنا مفيش أروش مني هنا ومش هاممني أي حد. أنا مش فاهم هو ماسك عليهم سيديهات طيب؟ انت مين يالا؟ قول لي انت مين؟ المشكلة إن المأمور واقف عادي. أنا عايز أعرف الراجل ده عدى من اختبارات شرطة إزاي، بس أقول لكم حاجة، المأمور الحنين رزق برضه. وفي الناحية التانية الوزارة بتكلف المقدم شريف خيري بالقبض على العصابة، فشريف بيقرر يستخدم خطة عبقرية، فبيدخل على حنفي الزنزانة ويقرر يعامله بعنف. قلت اسم حنفي. براحتك. خلاص. أنا نفسي أفهم أنت ماسك عليهم إيه؟ انت مين يالا؟ المهم شريف بيبلغ حنفي إن العصابة خطفت مرات أخوه، وإنه لو ما ساعدوش هيخلصوا عليها. الكلام اللي انت قلته لي ده جد ولا ملعوب من ملاعيب المباحث؟ يا ابني أنت بتكلمهم كده إزاي؟ انت مين يالا بجد؟ هنا شريف بيبلغ حنفي انه هيخرجه من السجن عشان يساعده في المهمه. وانا عايز اسال سؤال، هل الداخليه كلها بكل اجهزتها ما فيهاش ضباط كفء يقدروا يعملوا دايره بحث ويدوروا على 3 هربانين؟ دائت بيهم يعني عشان كده راحوا يستعينوا بواحد مسجون؟ منتهى الذكاء يا عم خيري. المهم حنفي بيخرج من السجن بالبدله الجينز اللي كانت معاه تقريبا من فيلم الغول، وبتحصل هنا اغرب حاجه ممكن يعملها ضابط لمسجون. حنفي بيجبر شريف انه ياخده ياكله، بعدها يزور عمته واللي مش بتطلع عمته. انا نفسي افهم طيب هو ماسك عليهم ايه؟ انت مين يالا؟ قول لي انت مين؟ المهم بعدها حنفي بياخد المقدم شريف لبيت نسايب اخوه، واول ما بيخبط على الباب وبيقول انه ضابط مباحث، احمد بياخده بالحضن. بالظبط كده. بعدها احمد بيهرب منه، فشريف بينزل لحنفي اللي كان في حصه التاريخ مع واحد بيحشش تحت. وبعدين انا اول مره اشوف ضابط ومعاه سلاح وبيقتحم بيت والناس مش خايفه منه، لا وكمان بيضربوه. انت اكيد دفعه مأمور السجن. مين دول؟ المهم شريف بعدها هيتصرف تصرف طبيعي جدا زي اي ضابط، هياخد حنفي المسجون ويروحه معاه البيت. انت بتعمل ايه يا اسطى؟ ما هذا العبث؟ يعني واحد مسجل خطر وواخد مؤبد وانت بتاخده البيت اللي عايشه فيه اختك ومراتك. ولما مراته بتساله مين ده، بيرد بكل براءه ويقول لها ده مسجون. ده انت مش ضابط مباحث، ده انت ضابط شرطه مدرسيه. بعدها في بعض المشاهد الفانتازيه حنفي بقى بيصول ويبول في بيت المقدم شريف، بينام على سريره ويعاكس اخته، وبيدخل مع مراته الاوضه والحمام وهي بتلم الهدوم. وانا نفسي افهم هو شريف ده وضعه ايه بالظبط؟ هو ذاكرته ضعيفه طيب؟ نسي انه جاب حنفي معاه البيت؟ يعني ده سايبه يبرح كما يشاء؟ افرض هرب طيب؟ ما تعمل حاجه يا عم بوشك اللي بين قوسين ده. ما علينا. شريف بعدها بياخد حنفي وبيروحوا لوكر العصابه، وهنا شريف بيقرر يربط ايد حنفي في دركسيون العربيه ويدخل يواجه العصابه لوحده. طب انا راضي ذمتك، انت عرفت مكان العصابه، مش المفروض تبلغ القيادات وتاخد معاك قوه عشان تقبض عليهم؟ انما انت عامل لي فيها سوبرمان وداخل لوحدك. وبعدين دول قتلوا ضابط اول الفيلم وهو وسط العساكر، مستنيهم يعملوا لك انت مساج مثلا؟ يا عم انا نفسي افهم انت عديت من اختبارات شرطه ازاي؟ المهم شريف بكل شجاعه وثقه بيقتحم الوكر وهو معتمد على طبنجه ودعاء الوالدين. بيجي واحد يضربه من ورا، وبعدها العصابه بتمسكه وتروق عليه، وبصراحه يستاهل. حنفي بقى بيفك دركسيون العربيه وبيدخل عليهم، وكالعاده طبعا بيضرب كل الموجودين. ما انتوا عارفين بقى هو البطل وكده. وشريف بيجري ورا العصابه اللي بتتحرك بالعربيه ناحيه شريف وهو واقف عادي. هموت يا ناس. انت احول يا اسطى. وبعدين انا نفسي افهم انت بتضرب فين؟
وكأنهم لو دخلوا عليه كلهم هيبقى حرام شرعا. المهم بيخرج بيلاقي شريف واقع على الأرض، فبيروحوا البيت وبيمسك حما شريف ويسفخ له. أنا بس عايز أفهم، هو شريف ده ظابط فعلا ولا متنكر؟ انت ايه؟ حنفي بياخد العربية وبيروح الورشة بتاعت أخوه عشان يسأل عليه، فشريكه بيرفض يقول له على مكانه، فحنفي بيمسك براد الشاي ويدلدقه فوق دماغه. المشكلة شوية مية مغليين زي دول على الدماغ يجيبوا حروق من الدرجة الثالثة على الأقل. انا غريب. أنت بتمسح إيه يا اسطى؟ انت متخلف يا ابني. لقوا بيكمل كلام وهو بيدلق عليه المية المولعة عادي ولا كأنه بيحميه. مشهد في منتهى العبث من أوله لآخره. وهنا حنفي لأنه مسجل خطر ابن بلد بيرجع البيت تاني. بعدها بتيجي القيادات لشريف في البيت عشان تطمن على المهمة. المشهد ده غريب جدا، سيبك من إن حنفي لبس بورنوس شريف، لكن شريف دخل الحمام وساب حنفي ينطح في البيت عادي. ولما القيادات بتوصل حنفي بيفتح لهم وبيمسك مضرب الدبان ويقعد ينفض فيهم. أنا عايز أسأل سؤال واحد بس، هم الضباط كلهم في الفيلم ده عدوا من اختبارات شرطة ازاي؟ المهم بعد ما شريف يطلع بلبوص ويعرفهم ان ده المسجون حنفي القبهة، سيادة اللواء بياخد اقوى رد فعل في تاريخ القيادات، وبعدين تسلمه لي شخصيا يا راجل. بنخش بقى على المشهد اللي بعده. احمد اخو حنفي راح يسلم الشنطة للعصابة، واو خلاص عرفنا مكانهم تاني، نطلب قوة بقى ونحاصرهم. ولو هنروح تاني لوحدنا. المهم العصابة بتوصل ولسه بيتفاوضوا مع احمد، شريف يقوم نطط لهم وواقف في النص. ازاي بقى؟ مش المفروض الرصاصة دي جت فيه؟ أحمد بياخد الشنطة ويجري، وبعدها بتلاقي شريف اللي لسه واقع على الأرض هو اللي بيجري ورا العصابة اللي المفروض معاها سلاح برضه، محدش فاهم أي حاجة. بعدها حنفي بيمسك في خيري وشريف بيمسك في رشاد، وهنا بقدرة قادر بيوصل للسلاح قبل رشاد، وتحس إن رشاد نازل يجيب السلاح سلوموشن. شريف بياخد السلاح بس بيلاقيه فاضي. يعني تخيل يا مؤمن، طالع مهمة عشان تقبض على عصابة ونسيت تعمر سلاحك، لا وكمان مش واخد معاك خزنة زيادة. الله على التكتيك يا سيادة المقدم. يا عم انت باصص فين؟ المهم حنفي بيسيبه ويمشي وهو واقف هناك عادي، وبيروح لابوه ويسأله عن مكان أحمد، وبيقول له إنه في البيت عندهم. لا مكان سري بصراحة. حنفي بيتخانق مع أحمد، ولما أبوهم بيتدخل حنفي بيمسك فيه. بتمد ايدك على ابوك يا حنفي، بتمد ايدك على ابوك يا حنفي. المقدم شريف بقى بيرجع البيت عادي من غير حنفي، ولا كأنها 50 جنيه واقعة منه مثلا، مش مسجون هو مخرجه على ضمانته. وهنا بيسيبوا كل حاجة والقعدة بينهم بتقلب على أنا والنجوم وهواك. بعدها شريف بيقرر يرجع عبلة مراته، ومش بس كده، ده هياخد حنفي معاه. هاتلي مبرر واحد يخلي ظابط ياخد معاه مسجون وهو بيصالح مراته، الا لو كان هيهددها بيه مثلا. المهم شريف بياخد حنفي ويروحوا يصالحوا عبلة، وشريف من ثقته في حنفي اللي مش عارف جابها منين بيسيبه تحت ويطلع هو يصالح مراته، علشان ينزل يلاقيه قلبها مردغانة تحت ومجمع الناس وبيغني ولا كأنهم طالعين مصيف. فكك بقى يا عم من جو العصابات والخطف والكلام ده، عايزين نفرفش شوية. يا استاذ حمد هو في ايه؟ المهم عبلة بترفض الصلح، وانا شايف ان عندها حق بصراحة. وشريف بيرجع البيت هو وحنفي عشان يجيله اتصال بان العصابة خلصت على دعاء مرات احمد. وهنا اللواء بيقطم شريف لانه ما قدرش يحل القضية. يا راجل انت لسه فاكر؟ وفي نفس اللحظة حنفي بيهرب وبيروح لابوه تاني يسأله عن احمد. المشكلة ان حنفي بيقول لابوه انهم هيقتلوه زي مراته، فانا عايز انقذه، لكن برضه الحاج مش عايز يتكلم. انت عايز ابنك يموت يعني؟ فين وفين لما يقرر يقول له انه هيقابل العصابة عند الاستاد، والحقيقة مش عارف اشمعنى الاستاد، يعني هم عندهم حجز مثلا هيلعبوا على الشنطة؟ ما علينا. حنفي بيتصل بشريف ويقول له انه عند الاستاد ولازم يجيله. هو انا مش عارف هو مين اللي ممشي المهمة بالظبط، بس قشطة. شريف بيوصل وبيختلف هو وحنفي عشان حنفي عايز ياخد طاره بايده، وكلمة من هنا على كلمة من هنا وهوب بيدوروا الضرب في بعض، ولا حد عارف مين الضابط ولا مين المسجون ولا حد فاهم اي حاجة. وفي نفس الوقت احمد بيوصل هو والشنطة وبيقوم هربان من العصابة وبيدخل الاستاد. وبرضه من الاسئلة الشائعة، هم دخلوا الاستاد ازاي؟ هو اي حد يعني يخش الاستاد عادي كده؟ نعديها. احمد بيدخل الملعب الواسع بقى عشان يمسكوه. يا ابني ما انت عندك الاستاد كله مخابئ، وايه ده يا اسطى؟ ما النجيلة مقصوصة هي ايه اللي شنكلك؟ المهم العصابة بتوصل وخيري بيرشق المطوة في قلب احمد، فاحمد بيطوح الشنطة. وهنا شريف وحنفي بيوصلوا، وكالعادة شريف بيشوف العصابة فبيضرب في الهواء. حد يا جدعان يفكروا انه ظابط والنبي. طب بما ان الرصاص بتاعه ما بيجيش فيكم، كنتوا خدتوا الشنطة، ما انتوا اصلا عاملين الهيلمان ده كله عشانها. الانسان ده غريب يا اخي. حنفي بقى بياخد الشنطة ويخبيها في مكان جهنمي ما يخطرش على بال اي حد الا الناس اللي بتنظف الاستاد، هيلاقوا الشنطة عادي جدا. بعدها بقى بيودوا احمد المستشفى، بس بيبقى عايش. هو صحيح اتضرب بمطوة في قلبه وجرح القلوب غالي وكده، بس مش بيموت. بعدها خيري بيخطف مرات شريف وبيتصل يساومه عشان يجيب الشنطة، فحنفي بيرجع الاستاد تاني. وهنا لما الامن بيوقفه بيعد منهم بحيلة ذكية جدا. محمود الخطيب
يا راجل يعني انت كده اقتنعت؟ بس الشهاده لله الراجل الطيب ده شك فيه، بس ما حبش يعمل مشاكل وكده. انا نفسي اعرف جايبين الضباط في الفيلم ده منين. المصيبه الاكبر انه بيلاقي الشنطه زي ما هي. هو ما حدش طيب بينظف الاستاد ده، المفروض انه استاد القاهره يعني. وانت يا عم الحاج ما حسيتش باي حاجه غريبه في الموضوع؟ لا، وحنفي خد الشنطه ومعاها عيل صغير كمان وخرج من البوابه عادي جدا. وما شاء الله الاستاد مترشق حكومه، ولا حد كلمه ولا حد تف في وشه حتى. ما هو الزعيم برضه يا جماعه. بعدها شريف بياخد الشنطه وبيجري على العصابه. يا رب تكون عمرته كويس المره دي، ياك بس تنساه في العربيه. هنا رشاد وبدون اي مبرر بيبدا يخاف، وانا مش عارف ليه بصراحه. بس يعني اكيد مش هتخاف من شريف خالص، ده رجوله يعني. كل مره بيجي لكم لوحده من غير ما يبلغ الحكومه. انسى ايه؟ جيت لك ولوحدي يا خيري. قال يعني انت قبل كده خدت له جوز عساكر حتى معاك. المهم خيري بيضرب شريف ويكتفه مع مراته وبياخد الشنطه اخيرا. وهنا برضه بدون اي مبرر بدوي بيخاف. كل ده عشان خيري طلب فديه من ابو عبله على اساس انهم من اول الفيلم بيبيعوا سبح يعني. وهنا خيري بيخلص على بدوي وبيقرر يضرب باسبور مزور ويهرب بره البلد. مين بقى بيوصل في نفس الوقت؟ حنفي. سبحان الله، صدفه برضه. وهنا لما بيسال الراجل اللي بيضرب الباسبور عن خيري بيقول له نعم الرقاصه هي اللي تعرف مكانه. وانا مش عارف ايه لازمه اللفه دي، ما نخش على مشهد النهايه على طول. المهم حنفي بيروح لنعمه الكباريه، بس نعمه بتهرب وتروح لخيري. لكن مين بقى اللي كان بيراقبها؟ جو معاه شريك احمد اخوه، فبيروح يبلغ حنفي. انا دماغي لفت يا جدعان. تاني يوم بقى ابو عبله بيوصل، وفي نفس الوقت حنفي بيوصل، والحبايب كلهم بيتجمعوا، وبتبدا بقى معركه عبثيه اللي هو تحس ان محدش فاهم اي حاجه. المهم خيري بياخد مرات شريف وبيهرب. طب ما تهرب لوحدك يا عم، اسهل واخف. وفي السكه كده خيري بيخلص على رشاد، وبالمره نعمه الرقاصه. يخرب بيتك يا خيري، انت قلبك ده ايه يا اخي؟ المهم خيري بيهرب من المدعكه دي وبياخد عبله ويطلع على الطريق، وبيعمل سطو على اتوبيس. وبدل ما يطلع بهدوء مثلا ويهرب، لا ده بيهدد السواق والركاب عشان يعملوا صوت ويخلوا اللي ما يشتري يتفرج. شريف بقى بيفوق من الغيبوبه، وبكل بساطه لما حنفي بيساله عن مراته بيقول له خدها خيري من شويه. فبسرعه حنفي بيطلع على الطريق ويسرق عربيه ويطلع يجري ورا خيري، وبتحصل مطارده. وبدون مقدمات بنلاقي الاتوبيس وقف وخيري بينزل هو وعبله، وبيحاول يغري حنفي عشان يهرب معاه بالفلوس. فحنفي بيقول له انت ميت يا خيري. وبيضربوا بعض في نفس اللحظه. بس شوف يا اخي سبحان الله، طلقه حنفي بتيجي في زور خيري، وطلقه خيري بتيجي في كتف حنفي. النصيب قضاء وقدر. بعدها حنفي بيرجع السجن، بس لسه عرق الشاب حنفي، وبيرفض يقول لشريف على مكان شنطه حمام. انت ما تحسش يا اخي، انت مش بني ادم. وبس يا سيدي، لو الحلقه عجبتك ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وما تنساش تكتب لي كومنت وتقول لي رايك. اشوفك على خير يا صاحبي، سلام.